السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيت بوصفه صابلي اللي غنشاركها معكم اليوم. الصابلي كيف كتعرفوا، كاين اللي كيلقى فيها بزاف المشاكل، كاين اللي ما كتصدقلوش، كاين بالنسبه للمبتدئات يعرفوا كيفاش يوجدوها. هي سهله وصعيبه في نفس الوقت. الا ما تحكمتيش في المقادير ديالها كتقدر ما تطلعش، ما تجيكش زوينه. خصك تحكمي في المقادير ديالها. تراعي الفرن كيفاش كطيب، وبهذه الطريقه كتكون ان شاء الله تصدق معكم زوينه. ندوزو للوصفات اليوم. هنا كنحتاج كاس ونص ديال السنيده، كاس ونص ديال الزيت، اي زبده بغيتو تستعملوا ماشي مشكل. انا هنا استعملت الزبده، يمكن لكم تستعملوا اي زبده ماماتي، اي حاجه راه كاينين موجودين في السوق. كنحتاجوا جوج بيضات، معلقه ديال الجليكوز، واي نكهه اختاريتو. انا هنا اختاريت الناطا، اي نكهه كراميل شوكولا اي حاجه ممكن تستعملوها. ممكن تستعملوا عاوتاني حتى واحد نص كاس ديال اللوز طحنوه، او كوك طحنوه تا هو وديروا فيها كتجي زوينه لذيذه. ندوزو على بركه الله لطريقه التقديم. هانتوما معايا. اول حاجه كناخذ الزبده، كنضيف عليها كاس ونص ديال السنيده. هاد كاس ونص السنيده خصو يكون السنيده تكون رقيقه باش تسهل عليكم الخدمه ديالها. انا هنايا استعملت شويه سنيده من ماشي رقيقه، شويه غليظه، ولكن غتاخذ مني وقت وغنخدمها ونرجع معاكم. بالنسبه للزبده خصها تكون درجه حراره المطبخ ضروري ما تجبدوهاش من الثلاجه وتخدموا بها، لان غتلقاو فيها صعوبه، يعني ما غاديش تخلط مع السنيده بسرعه. لهذا خصها تكون خارجه من الثلاجه. هي والبيض خصهم يكونوا بدرجه حراره المطبخ. كيف كتشوفوا انا دخلت الزبده مزيان بهذه الطريقه. دابا غنضيف عليها الزيت، راه خدمتها باش ما نطولش عليكم الفيديو. دابا غنضيف الزيت ونخلط. هذا الكاس الاول، كنضيف الكاس الثاني، وكنبدا ندخل الزيت في الزبده ونخدمو على خاطر. يعني هنا المرحله ديال الخدمه خصك تخدميه هاد الزيت وتدخليه مزيان عاد تضيفيه للبيض، يعني البيض يبقى هو التالي. شوفوا هانتوما خدمتها مزيان ومازال غنزيد نخدمها، عاد نضيف البيض. خاصها ترجع فوماض. هنا كتبغي الخدمه، واللي ما يديرها حتى في الماكينه ديال العجانه ممكن يديرها في ماكينه العجانه. انا هنا كنخدمها بالطريقه التقليديه الاولى، يعني السنيده خصك تحكيها مع الزبده مزيان والزيت. كيف كتشوفوا ضفت دابا جوج بيضات وندخلهم في الخليط ديالي، نحاول ندخلهم مزيان نخدمهم حتى هما. نضيف معلقه ديال الجليكوز ومعلقه ديال الناطا، نكهه الناطا. نضيف معلقه ديال الجليكوز او الناباج اللي عندك اللي بغيتي، اللي متوفر عندك ديريه. الدور ديال الجليكوز كيخلي الصابلي يعني فيها ديك التقرميشه مده طويله وما كتخسرش، يعني واخا طول معاك كتبقى هي. هنا كنبدا نضيف الطحين نخلطو، ما نعلكش الصابلي ديالي. نصيحه، عمر الصابلي ما كنعلكوها، يعني نحاول ندخل فيها الطحين غير بشويه هكا. كندخل باطراف ديال الاصابع، هي راه كتجي خفيفه، كتبداي تحسي بالعجينه ديالك خفيفه بزاف. نتمنىكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. اشتراك ولايك بالنسبه للناس اللي جاو عندنا، مرحبا بهم. نكمل العجينه ديالي وهنا معكم. هاي العجينه الصابلي موجوده،
جات اكثر من ناجحه، مزيانه. نحلها لكم تشوفوا. ديما ملي تحلوا الصابلي وتلقاوها على هذا الشكل تبارك الله كتكون ناجحه، يعني ما مجموعه ما حتى شي حاجه. نتمنىكم تجربوا الوصفه ديال اليوم، راها ناجحه 100% بالنسبه للمبتدئات. يتوكلوا على الله، يوجدوها، يتبعوا النصائح اللي قلت لهم، راه ان شاء الله غتنجح معاهم اكيد. ندخلها الثلاجه، نخليها تبرد شي شويه، يعني قبل ما وجدت المسائل ديالي باش نخدمها غتكون واحد 4 ساعات تكون بردات في الثلاجه وارتاحت العجينه ونخدم بها. ما عندكش الوقت ممكن انك تخدمي بها مباشره، يعني راه ناجحه 100%. ديريها ما بين جوج بلاستيكات تلقي العجينه ديالك وراه غادي تكون ناجحه معك ان شاء الله. وكيف كتشوفوا ها الصابلي ديالنا كيف كيجي. انا راه خدمت صابلي، هذه الطاوله الاخرى كيف كتشوفوا كيجي رائع 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 ومميز. نتمنىكم تجربوا الوصفه ديال اليوم، اكيد الا تبعتوها بنفس المقادير غطلع معكم مزيانه بزاف. راه كتجي تبارك الله، كتجي صابلي واعره. وكيف كتشوفوا النتيجه كانت جد مرضيه، صابلي ناجحه 100%. هنايا خدمتها الحفل ديال العقيقه ديال الابن ديالي. كيف كتشوفوا شاركت معكم سابقا عجينة السكر، زوقتها وجات ناجحة، يعني النتيجة كانت مميزة جدا. نتمنىكم تجربوا وصفة اليوم. ما تنساوش اشتراك، لايك، كومنتير. مرحبا بكم دائما. مع السلامة.